السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. موضوع اليوم فيما يخص طعام البلابل. ولقد شرحت سابقا أهم الأطعمة التي تقدم للبلبل هو دود القبابي وعلف الدجاج وبعض أنواع الخضروات والفواكه، وراح نتكلم على أهمها اللي هو التمر. كما بتشاهد أخواني، هاي عجينة تمر نعجنها. تمر عادي حب، بتشيل النواة والقمع بتعجنها باليد، وإذا تضع عليه شوية عسل ما في مشكلة أو زيت زيتون، وبتعلقها بمجثم بلاستيكي بهي الطريقة أو عود خشب. بس ما انتم شايفين كل فترة بتبدلوا هذا الطعام، فهو مفيد جدا جدا، وخاصة في فترة القلش وغيار الريش للطيور، فبيساعدها في نمو الريش بسرعة وتكون في مناعة قوية. هاي شايفين اخواني، هاي الطير لسه امبارح حاط لها اياه، هاي اكل بين ما اكون منه. هاي صاحبنا شحبور بالمناسبة طلع الريش ما شاء الله، ريش الذيل بدأ يخرج. اذا شفتوا المقطع السابق كان الريش منتوف او تساقط بالاخص، فهي طلع وما شاء الله طير بالصلاة على النبي اليف، شايفين ما شاء الله، ولعوب وبدأ يغرد تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا طبعا إخواني يسمى البلبل الشامي، هو بس يعني من باب التسمية، ولكن هو موجود في بلاد الشام جميعا، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، حتى في بعض بلاد المغرب العربي. طير جميل وحاد الصوت وفي عدة نبرات متنوعة، وإن شاء الله بنبث لكم مقطع إذا صار يصوت وصار يغرد بقوة ننزل مقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع آخر.